فكرت مرة انت ايه الفرق انك تاخد الدواء في صورة كبسول او شراب او حقن؟ وهل في فرق لو اخدت ده او ده او ده؟ الحقيقة الفرق بيبقى في تركيز المادة الفعالة. يعني لو انت مثلا عايز 500 ملي من المادة الفعالة دي وعندك كبسولات وعندك شراب، الكبسولات مثلا تركيزها 500 ملي في الكبسولة، وعندك الشراب عندك 250 ملي لكل 5 ملي. فانت لو اخدت كبسولة تساوي معلقتين من الشراب هي ونفس التأثير. يعني لو شخص حتى كبير واخد شراب معلقتين يساوي الكبسولة، لان انت كده دخلت جسمك التركيز اللي انت محتاجه. طيب ايه الفرق او ليه موجودة كل الاشكال الصيدلانية دي؟ يعني ليه موجود كبسول، برشام، شراب، حقن، ما دام ممكن نستعوض بيهم عن حاجة واحدة؟ تعدد الأشكال الصيدلانية اتعمل لملائمة حالة المريض. يعني انت لو عندك طفل عنده قيء مثلا، فمن العقل ما ينفعش اديه حاجة عن طريق الفم عشان هيرجعها، فانا بديله حقن، بديله لبوس شرجي، بديله اي نوع تاني. طيب مثلا لو واحدة او واحد بعد العمليات الجراحية بيبقوا تعبانين مش قادرين يبلعوا حاجة، زائد ان احنا عايزين تأثير سريع فبنديه حقن او محاليل او كده. حد مثلا عنده اسهال ما ينفعش اديله بوس شرجي، فبستعيد عنه برضو بحقن او بحاجة تانية عن طريق الفم. فتعدد الاشكال الصيدلانية ما هو الا يعني اشكال تسهل عليا ان ادي الدواء في جميع الحالات، ليس الا. لو استفدتوا من المعلومة دي او ما كنتوش تعرفوها قبل كده، اعملوا لنا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا دكتور آلاء ودي الوريد، سلام.